الأظافر تكون عجبتكم. نرجع لنتابع باقي فقرات برامجنا. صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا. أكيد عم تتساءلوا داليا مالها قاعدة مع 4 شباب. هال4 شباب هم فرقة سكتشات رد فعل، منورينا اليوم باستديوهاتنا. حبينا كمان نكون إحنا وياكم أو إحنا وياهم معكم مشاهدينا لتتعرفوا على هالفرقة الشبابية اللي صغيرة بالعمر وموجودة معنا بالاستديو. طبعا بدي أبلش بالترحيب فيهم كابتن الفرقة أحمد الساحلي، أهلا وسهلا فيه. كمان ثائر حطم ممثل، اسماعيل غزاوي أصغر شخص أنت بالفرقة، وعلي السحوري، أهلا وسهلا فيكم. شو رأيكم نروح إحنا وياكم نحضر سكتش لرد فعل ونرجع للمشاهدين. مشاهدينا نشوف سكتش من رد فعل ومكملين معكم. شو في؟ شو مالك؟ أخذوا لي إياه. أخذوه؟ كبرت القصة. معلم خلص ما في مجال، احنا لازم نرجع الاقوياء. احنا دائما الاقوياء. الو ميماتي، وينك؟ لازم نطلع ماشي؟ يلا. الو نعم معلم. لا تقتلوا حدا، انا هيني جاي. معلم اسكندر وارسول صاروا مع بعض. معلم فوتوا. حاضر معلم. رجعنا مشاهدينا بعد ما شفنا سكتش من رد فعل، وكان هو نسخة عن وادي الذئاب. يعني أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. وأنا حبلش حديثي مع الكابتن، أنتوا بتنادوا الكابتن يعني أحمد الساحلي، أهلا وسهلا فيك. بدي تحكي لي عن فكرة رد فعل، من وين بلشت؟ بداية يسعد صباحك وصباحك، يعطيك العافية. الله يعافيك. وتحية كثير كبيرة لكادر العمل. بداية شكرا. أنا وثائر بدينا بسكتش أغنية اللي هي سمايل لتامر حسني وشاقي، وكان حلو. مصممها علي السحوري. فهي احنا سويناها عشان نفرجيها لاصحابنا على الفيسبوك. عملناها، صورناها وكل شيء ونزلناها على اليوتيوب. فشفنا عليها مشاهدة منيحة، وقررنا من يومها انه نبلش نعمل سكتشات. منها بدأتوا. بدي انتقل لثائر. ثائر، هالقصة يعني كنت انت بدايتها ومحورها، من قد ايه لكم مبلشين؟ صار لنا 7 أشهر تقريبا. داخلين على الشهر السابع. خلال هال7 شهور كمان في عندكم اسماعيل غزاوي. اسماعيل انت اصغر شاب بالفرقة وانضميت لهم لتمثل معهم. كيف لقيت انه عندك القدرة على التمثيل؟ والله يعني هي التمثيل موهبة. يعني أنا والشباب يعني بعد ما أسسنا الفريق سوينا أول سكتش، شفناه نجح، قررنا نسوي الثاني وقررنا نكمل يعني بالسكتشات الباقية. طيب هلا بين الدراسة كونه أنت بالتوجيهي أوكي، وبين التمثيل كيف ملحق؟
إلا الدراسة لها وقت والتمثيل له وقت، يعني الشباب بوقت ما يقولوا لي في سكتش يعني بخبروني قبل بوقت إذا كان علي دراسة ولا كان علي شيء، بقول لهم أنا جاهز أو متجهز يعني. نعم. يعني بدي أنتقل كمان لعلي السحوري. صباح الخير. صباح النور. علي، أنت صديق الفرقة، في عندك صديق عمرك ثائر، وأحمد الساحلي الكابتن، يعني أنت تعرفت عليه من سنين طويلة. كلهم. لكن أنت متربي أنت وثائر كأنه جيل. جيل مع بعض. علي، أنت الشخص اللي بتتعاون مع المجموعة كمان في العديد من الأشياء، مش بس التمثيل. احكي لي عن تعاونك معهم. أنا طبعا كل اللي بعمله بصمم، بخدم أصحابي وإخواني، وبمثل معهم، هم بيحبوني وأنا بحبهم. الحمد لله. وإن شاء الله هدفنا عالي كثير، راح نصل لإشي بنحبه إن شاء الله. إن شاء الله يا رب نكون كنا بخير إن شاء الله. أرجع للكابتن. كابتن، احكي لي عن توجيهك لهالفرقة، يعني أنتم لما تكونوا مجموعة أكيد تختلف المسؤولية، فخبرني. بداية احنا لما بنتجمع ونقرر على سكتش، بكون جايب يعني فكرة بسيطة على السكتش اللي بدنا نعمله. بجيب علي، بجيب ثائر اسماعيل، في معنا كمان شابين، حمادة أبو الرب وبلال بني عطية. فاحنا بنقعد وبعرض الفكرة عليهم، بقول لهم بدنا نعمل سكتش هيك قصير. بصير اخذ الفكره من الشباب، بصير يدعمني علي بفكره صغيره، ثائر نفس الشيء، بنكون الفكره وبنعمل سكتش جماعي. واحنا املنا واحد، يعني باذن الله ان شاء الله يعني راح نضلنا مع بعض وما في مشكله فينا. حلو ان شاء الله. يعني عاده الا ما تصير مشاكل بين المجموعه، كيف تعمل انه تحلها؟ كل واحد يعني بس يصير تاتش بينهم، يعني الشباب بوقف انا معهم، بقول لهم هاي بدكم تخصصوا لها لحاله، هاي لحال. انا بوقف بحل المشكله، بوقف مع الحق، بنفس الوقت بخليهم يرجعوا اصحاب وحبايب يبوسوا بعض ويقعدوا مع بعض عادي. حلو. بدي انتقل كمان لثائر. ثائر، انت كمان عندك القدره على الغنى غير التمثيل، فخبرني، هل القدره على الغناء بساعدتك كثير بالسكتشات او انه ما بتستعمل الغنى؟ والله الغناء ما استعملته بسكتشات، بس يعني لي بعض الاغاني على اليوتيوب برضه. حلو. طيب، بدنا نشوف في لكم شخصيه انتم تميزتوا فيها، هي ام جوزيف. ام جوزيف، فتعملوا لنا سكتش هيك سريع. بس يا رب. طيب اوكي، تفضلوا. يما احنا على الهوا. ها؟ احنا قاعدين على الهوا. وش بنسوي على الهوا؟ طالعين على التلفزيون يما، تفضحيناش. حب جوزيف على الهوا طاير طاير حبيبي طاير. ها؟ مالك يما، فضحتينا شوي شوي. تتخوث انت تقول على الهوا احنا؟ هاي صاحبة طمسة معنا. حول الكاميرات. روس روس ها؟ روس مرتي. حبيبي طلقنا على الهوا. ما طلقك والله ما طلقنا على الهوا. والله ما طلقك. هاي هذا شيء بسيط هيك. احنا عملنا مسلسل رمضاني اسمه ام جوزيف، عملنا 25 حلقة نزلت على اليوتيوب. بلشت من رمضان شخصية ام جوزيف. دائما ثائر هو اللي بيلعبها. ام جوزيف ثائر، ابو جوزيف، انا جوزيف، وصاحبي طمسة. انا شفت طمسة عمل باي للكاميرا. طيب، ام جوزيف، يعني عشان انت عندك قدرة على تغيير صوتك، كنت انت ام جوزيف. مزبوط. طب وانت بتلعبي كرة قدم هذاك اليوم وكنت عم بحضرك. صحيح. شو قصة ام جوزيف؟ عائلة ام جوزيف اقترحوا ياخذوا المرة معهم اللي هي ام جوزيف، يشوفوا كيف الطابة بتلعب، ولعبت الطابة. كانت يعني قصة نهفة. حلو. يعني كانت هالست الكبيرة اللي مش قادرة تمشي وفجأة بتنزل مباراة وبصير في حكم وتعليق، وصارت إصابات معها يعني الحاجة. بالضبط. يعني جميلة. علي السحوري، شكلك أنت أهدى واحد بالفرقة. احكي لي، عادة شو بكون دورك؟ ما تخاف إلا من الهادي، لأنه هو فجأة بيطلع لك هيك بابتكار فظيع. احكي لي. هسا احنا فريق الحمد لله رب العالمين، كنا يد واحدة، ودائما لما اسمع من الكابتن إشي بركز فيه، بظني هادي بنفذه مرة واحدة. حلو. ثار بحكي لي إيش نفس الإشي، برفضش طلب حدا من الشباب، والحمد لله رب العالمين احنا سوا راح نضلنا نسلى بعيد برضه. حلو ان شاء الله. لوين طموحكم توصلوا كابتن؟
احنا ان ننتقل شاء الله للكابتن. هنا بنشتغل مع بعض، ويعني احنا بندور على حدا يتبنانا يدعمنا، وان شاء الله انه حدا يشوفنا ويدعمنا ان شاء الله. يعني عم بتلاقوا مشكله بموضوع الدعم؟ احنا مشكله التصوير الكاميرات، يعني احنا لنا سكتشات يعني الناس كثير حبتها، بس بيحكوا لنا انه مشكلتكم التصوير عندكم خفيف، الاضاءه خفيفه. يعني عاده الاجهزه اللي بتستعملوها هي خاصه فيكم؟ احنا كنا بدايه اول سكتش صورناه على تلفون على الموبايل، بعد الموبايل احنا والشباب علي جاب الكاميرا وصلنا على كاميرا صغيره الكوداك، ولحد الان عليها. يعني احنا ان شاء الله يعني نشوف يعني انه حدا يتبنانا بامكانيات بسيطه، لكن من هوايه تمثيل من احنا الفيسبوك انتم انشهرتوا. نعم جميل. بدي انتقل مرة ثانية لعلي. أكيد خلال هالسبع شهور قدمتوا العديد من الأعمال عن طريق الفيسبوك، خبرني الأسماء والأعمال اللي قدمتوها. اللي قدمناه أول سكتش لأنه كان خارج في الفيسبوك، هو شهرنا كثير يعني، بينت حقيقة الشباب وكيف بيعملوا أصحابهم، وبعديها عملنا حقيقة البنات طبعا مواهب العرب بعديها وكمان عملنا أصحاب مصلحة، وصاحب المصلحة هو صاحب المصلحة جه، وصحاب ضايعة وبعديها مسلسل ام جوزيف، واخر شيء واد الذئاب، اللي هي الشخصية اللي شفناها هلا احنا على الهواء، شخصية ام جوزيف بكم فيها ثائر. وهلا شغالين؟ هسه شغالين بواد الذئاب. احنا ان شاء الله واد الذئاب جزء ثاني بدنا نعمله ونخلي مدته اطول، واحنا تعلمنا انه كان في اغلاط، ان شاء الله راح يطلع 100% هسه. طيب يعني خلال التمثيل مين بيقوم بعملية التصوير؟ في معنا شاب اسمه سامي هو اللي بيعمل على التصوير. المونتاج والشغلات هي على علي مصمم رد فعل يعني. يعني علي كمان مش بس قدام الكاميرا، ورا الكاميرا كمان بيكون في عنده شغل خاص فيه ليدعم الفرقة. هالقصص اللي بتطلع وادي الذئاب، يعني قبل شوي كنت بقول لكم نفسي افهم شو هي اللي اخذوها مني، فقلتوا لي بالجزء الثاني. طب خلينا نقول شو هي. انا والله حابه اخليها مفاجاه، لانه الناس يعني حابه تعرفه، والناس يعني مستعجله عليه. يعني فعلا الناس حابه تعرف. انا خطر في بالي انه يمكن الطابع. هي شغله قريبه من الطابع، بس خليها مفاجاه. حرقت لكم المفاجاه. طيب خلص، وان شاء الله راح يعجب الجميع يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انتم كفرقه مع انه ما عندكم دعم الا انكم قمتوا بحفلات خيريه. صحيح. قمتوا فيها، يعني متى اول حفله خيريه قدمها رد فعل؟ اول حفله خيريه كانت قبل شهر مع عند بحزب الحياه الاردني. نعم. ست جهاد ابو الرب. نعم. رئيسة الجمعيه جابت الاطفال الايتام وكل شيء عندها. جميل. طيب وصلتوا لحفلات ثانيه ولا هاي كانت واحدة؟ لا في كمان الفرح تقريبا أرض الفرح، حديقة الفرح، حديقة الفرح برضه للأيتام يعني. جميل. طيب بالنسبة لكم ثائر، الطفل اليتيم شو بيعني لكم؟ كل شيء يعني. البس مع وجهه بتفرحنا بصراحة يعني. جميل. علي؟ أنا الطفل اليتيم بعتبره أخوي الصغير، وكل يتيم يكون بده إشي بس مش عارف شو هو، فإحنا بنعطيه هذا الإشي من عنا. حلو. يعني بتحاولوا تعطوا الفرحة، الدعم، نزرع الفرحة وجوههم، نعوض له. جميل. نوصلوا فكرة خاصة مثلا. حلو. طيب بدي من كل واحد أمنية أخيرة تكون معنا على الهواء. نبلش بالكابتن. أنا أمنيتي إنه نضلنا إحنا الفريق زي ما إحنا، ونوصل للنجومية بالتمثيل، ونكون مع بعضنا، نطلع مع بعضنا إن شاء الله يا رب. هذا اللي بتمنى. طبعا زي ما حكى أخوي أحمد، وبضيف إنه نجومية، ونترك السكتشات اللي على اليوتيوب حكيتها قبل هيك أنا، ويكون لنا عمل على التلفزيون إن شاء الله. إن شاء الله. إسماعيل؟ وزي ما حكوا الشباب انه احنا نضل ايد واحده ونصل مع بعض لهدف واحد، احنا هدفنا واحد بالفريق، وزي ما قال اخوي ثائر نترك سكتشات اللي على اليوتيوب، ننتقل للي اعلى منها، نوصل للنجوميه ان شاء الله. ان شاء الله. علي كمان بطمح فين ونوصل لبعيد. يعني انا بتمنى كمان انه طموحكم يتحقق وتوصلوا. انتم بعدكم صغار بالعمر، فرقتكم عمرها 7 شهور، لكن إلها
صيت واضح، وكمان صوتكم وصل حتى لو كان عن طريق اليوتيوب، مع العلم ملايين الفيديوهات الموجودة، إلا أنه فيديوهات سكتشات رد فعل هي لها حضور مميز في الساحة الأردنية على موقع الفيسبوك. بتمنى لكم كل التوفيق وبشكر وجودكم معنا باستديوهاتنا. مشاهدينا بدنا ننتقل احنا وياكم لفقرة فارس وطن، واكيد بنشكر متابعتكم لنا مكملين. كلمة دقيقة مخرجنا، بدنا ناخذ كلمة أخيرة من علي بعد إذنك من الكابتن. كلمة خاصة إن احنا الأربعة. تفضل. خاخ باي باي باي. يعني فرقة سكتشات رد فعل ودعتكم بطريقتها. بدنا نروح أكيد لفارس وطن ومكملين معكم برنامجنا.